الفرق بين الأم الأجنبية والمصرية لما عيالهم يتعبوا من المذاكرة ويبقوا عايزين يناموا. اوه ماي جاد ماي سان انت سلبت على نفسك يا حبيبي، انت نمت على روحك يا بابا. اوه نو ماي ماذر، انا كنت بذاكر بس السليب كبس عليا، النوم كبس عليا فنمت شويه ماي ماذر سوري. اوكي ماي سان دونت وري، ما دام السليب جالك نام وتومورو بقى براحتك، كمل مذاكره براحتك خالص ماي سان عشان تستوعب المذاكره اللي انت بتذاكرها ماي سان. اوكي ماي ماذر ثانك يو على المعلومه الجامده دي. نو ثانك على الهوم ورك يا حماده، لا شكر على واجب ماي سان. بص يا حبيبي اخلي ده انت للنوم، وبكره ان شاء الله تومورو اعمل الفطار واصحيك الصبح تقوم تذاكر بقى من بدايه الداي، من بدايه اليوم بقى ماي سان. يلا جود نايت حماده. الأم المصرية الواد بيستغفلني وعامل نفسه نايم، ده انا انصح من بلدك كلها يالا، والله لا اعمل فيك مكيده واعرف بقى انت نايم ولا بتمثل بقى. طب خلاص بقى حماده بقى، روح انت اتفرج على الماتش لوحدك عشان دخلت اشوف اخوك رحت لقيته نايم، فبكره بقى ان شاء الله يبقى يتفرج هو على الاعاده لوحده. لا ثانيه واحده يا حماده، هاجي معاك رصيد اهو يا حماده. ايه ده تلاقي صح يعني، امال عامل لي فيها نايم ليه؟ ماتش ايه اللي انت عايز تروح؟ يالا البعيد يالا ما عندوش دم، يالا البعيد يالا ما عنده. طب بص اقول لك الحاجه، بص انا معايا ايه، انا مش هضربك بيهم، عارف ليه؟ لان انا بتعامل مع واحد هعتبرك كبرت، فانت يالا البعيد يالا ايه، يالا ما عندكش دم، ما عندكش احساس، ما عندكش نخوه، ما عندكش مسؤوليه. اقعد كده شويه وذاكر، تحمل المسؤوليه، انظر لمستقبلك ماشي. انا مش هقدر اقول لك كتير، لو دخلت التاني لقيتك نايم مش هقول لك اعمل فيه، ههد السقف ده على دماغك. ذاكر يا باشا. برضه نايم يا حماده. السلام عليكم. برضه نايم يا حماده. السلام.